الشعب اليمني اليوم عايش على حوالات المغتربين، مش قادرين يوفروا لهم لقمة العيش لأن أصبحت سبل الحياة مقطوعة. تخيل لو أنت في صنعاء أو أنت في عدن أو أنت في أي مكان في اليمن، فأنت معرض للاعتقال في أي لحظة ومش قادر توفر لكم لقمة العيش. حملة اعتقالات حصلت للأمميين وحصلت للموظفين في منظمات، وأبسط تهمة الآن على أي واحد أنه عميل مرتزق ومع الخارج متعاون يعني ضد مع العدوان، مع أنه الآن شوفوا كيف الوضع، يعني ما عاد فيش أي حجة لقطع الرواتب. تنشر الاعترافات عشان يفجعوا الناس وعشان يخوفوا الناس. احنا الآن في عصر الذكاء الاصطناعي قادر يدي مكانك وين ما كنت، ما تحتاجش ان حد يحارش عليك. وللأسف في سياسة تجهيل مدروسة للشعب اليمني، وأنا أتعمد أنشر أشياء قديمة عن اليمن وتراث قديم عن اليمن لتعرفوا أن احنا كنا عايشين ومتعايشين مع بعض باختلاف القناعات. الآن في سياسة تجهيل، الأكاديميين الآن يعتقلوا، المدرسين في الشوارع يبيعوا في الجوالات، النظام التعليمي كله انتهى.